يا الله، السلام عليكم. مثل ما تشوفون هاي وجبة أفراخ هراتي. طبعا هاي أمهن بالتبني، يعني هذن مو بناتها كلهن، مو طلعن من جواها كلهن، بس رقدنا بيض بنفس الوقت. إذا تشوفون هذنيك أكبر من هذن، يعني أعمارهن مختلفات. أو رقدناهن جوا يعني احتضنتهن الدجاجة عاد. نرجع لسالفة الخانات. اخوان، الخانات اذا تريد تربي افراخ ربي بالخانات، وخلي الارضية مالتك انشارة مثل هاي. شوفها، هاي انشارة. هاي افضل شيء، خانة تحافظ على الافراخ. ها طبعا بالاضافة لهاي العلف جدا مهم اخوان، على مود ما يصير ابو ضريج او يتمرض الافراخ. العلف تركزوا له على العلف. والخانه طبعا هي تستخدمها انت بالشتاء بالصيف، هي الخانه مفيده. هاي طبعا وجبه، خل اوريكم الوجبه الثانيه. هاي ما شاء الله، هاي الوجبه الثانيه. شوفون اغلبها سود. شوف ما شاء الله، هاي شلون تحافظ على صحتهم اخواني. هاي الخانه شوفها يراد لها قلاب. هاي الظهر يطفى طبعا، راح اكو جهاز يستخدم للفاقسات، اكو فيديوهات سابقه ناشر عنه. من الظهر يعني من يصير الجو حار يطفن القلوبات من كيفهم، تفصل الحراره. هو اصلا هذا الجهاز يستخدمون للفاقسات، بس نقدر نستخدمه نبرد القاعه، الخانات نربطه على القلوبات. يتحمل 10 امبير، و10 امبير كلش كافيه. هاي ما شاء الله. طبعا قبل شويه فتحت بث مباشر والصوت كان يعني البث بعد ابد ما افتح بث مباشر. اخواني خلينا نرجع على العلف. العلف مثل ما تشوفون شخبط. انا هاي ذره صفرة نظيفه ذهب، تشوفوها. تشتري قونية تعوفها تنسى موضوعها. يطلع الكيلو ب 750، تاخذ وزنه يعني. من جميله، من جميله، من غير جميله هواي يبيعون بس حنطه. هاي حنطه تخبط اذره وحنطه. الذره دائما 50%، والباقي حنطه وغير مواد. يعني انت بكيفك تخلي نخاله، تخلي شويه ملح، طبعا ضروري الملح. والحب الاسود، هذا الحب هم مفيد بشكل مو طبيعي. هذا شوفوا، هذا حب عباد الشمس الاسود. هذا احسن شيء للدجاجات، غذاء فشي. تخبطه ويا العلف ويا هذني 3 مواد وتجرشهن. طريقة الجرش انا ناشرها. هاي الانشارة اخواني، هاي الانشارة، هاي اللي نستخدمها للارضيات. الانشارة احسن من الكل، احسن من الكرتون، واحسن فرشه تخليها جوا الافراخ وجوا الدجاج هي هاي الانشارة. لازم تكون انت مجهز امورك. علف عندك 24 ساعة. هاي شوفين، هاي ما ادري اذا واضحة. عندي دجاجة هاي كاركة. هاي من يطلع التصوير مو واضح، هيك ظلمة. خل اوديكم على وجبة الوراها. هاي ما شاء الله. هاي شوف، ديج ودجاجة. هاي اذا نريد نكاثرهن. هذا ما شاء الله. شوفين هاي شلون عاشين، شلون صحتهن، شلون حافظنا عليهن. الفضل يعود لهاي الخانة. والعلف، العلف لا تعطيهن. خل اوريك العلف اللي يدمر الدجاج. الدجاج اذا تريد تقضي عليه، الافراخ مو الدجاج، الافراخ اذا تريد تقضي عليهن تعطيهن هذا العلف. هذا تعطيه للدجاج الكبار بس. هذا شوفه، خلاه يكون واضح على مود. هذا علف دولية او غير الدولية، علف مخصص للدجاج اللاحم، دجاج اللحم. هذا تعطيه للدجاج اللحم، مو تعطيه للافراخ هذني. تريد تدمر الدجاجات تعطيهن هذا البروتين، هم يسموه بروتين. من يبيعوا لك اياه بالمحلات يسموه بروتين.
ابد لا تعطيهن بروتين. انطيهن هذا المخبوط. هاي شوف البيض شلون منزله، لا واضح يمكم. هاي الطريقة نميز هذا البيض مال يا دجاجة المن، هاي الامور. شوف الخانة الها دور، الارضية انشارة، شارة خشنة ناعمة كلها يشتغل. والطير بهيك عمر جوعة عادي، تطيه وجبات، لا تطيه علف 24 ساعة. حتى الافراخ لا تعطيهن علف 24 ساعة، جوعهن. يعني بس اول ايام لا لازم علف مفتوح، بس من يكبر شوي يعبر ال 14 يوم هو بعد ما عليه شيء ان شاء الله، يخشن يعني ويصير كبير، فجوعه عادي. طي وجبات، وجبتين باليوم كافي، كلش كافي وزايده، يقوم ياكل. هسه هذا شوفوا ما شاء الله، هاي ليش هيك حصلته مليانه، شوفه هذا حصلته مليانه لان جاع. من يجوع هسه ايش تعطيهن يجيتن عليك ياكلن. هسه ما صمود خبز يابس يفلشن ياكلن، هو هذا الصحيح. الطير لازم تجوع. من تخلي العلف يم 24 ساعة والاكل والخبز والمدري ايش ما ياكل، ما يسمن، ما يكبر. واصعب مرحلة بتربية الافراخ هو هذا العمر. الخانة اهم شيء. وقف شوية خليهم هذا الجماعة بناتش. هذا الامور، هذا الاسود شوفوا، هذا الاسود المفروض ويا خواته الفوق يخليه والله، لان اصغر من خواته بهواي، خاف يتأذى. شوف الصعد المحجب. شباب اي استفسار اي شيء تحبون تكتبوا لي اياه، كتبوا لي اياه بالتعليقات، واتمنى لكم كل خير. هواي تجيني اسئله، اعذروني اخواني ترى مو دائما اني يعني عندي وقت متفرغ انه اجاوب عليهم، بس اريد انوه انه العلف اللي تعطوه اخواني اهتموا به. اهم شيء العلف والخانه الخشب. اذا تريد تربي افراخ هسه الجو حلو صيف، شلون ما كان يعيش الكتكوت والنوبة تخليه بخانه، اشتري خانات. اكو خانات يبيعون بالفيسبوك، اكو ناس مختصه تسوي لك خانات والله واسعارهم رخيصه يعني مو غاليه، وتخرج بيها وجبات هاراتي زينه، شنو اللي يعجبك تخرجه بيه. واتمنى لكم كل خير، واسف على الاطاله، ربي يوفق الجميع.